محمد امين لو ما وقفش برنامج يبقى سنته سودة، وهو اللي محصلت، هو محمد فوده كان مستشاره بدل ما تشيل وزير الزراعه. شوف محمد امين وبقول له يا محمد امين الوليه المجنونه دي اللي يا راجل ده بتقعد تقول لك تعالي في حضني يا حبيبتي هديك على حجري وتعالى ادوسك مش عارف منين. يا راجل ده شله ادب يا محمد امين، ما تحترم نفسك بقى، ما تحترم. انا تجيب لي تمثال اتكلم عنه ولا بتاع ده لعبه عروسه. خلينا صاحب القناه مش ده بيذاع في الCBC يا استاذ. فين عند بتاع الكابينات يا محمد الامين. برسالتي واضحه، البرنامج ده لما توقفش سنتك سودة السنه دي، يعني سنتك سودة وتاريخك اسود من الطين. كلامي واضح، لا فايته ولا خرا على دماغك. وبعدين انت بتقول لي تعالى قول لي محمد فوده كان بيجيب لك ايه بقى؟ تعالى احكي لي بقى، والفور سيزون كنت بتعملوا ايه؟ والجناح مش عارف ايه. بس هنتكلم بقى هو ليه يا سياده المستشار يعني بقول لك ايه، انا مش هتكلم عن انت بتتكلم عن تمثال شمعه. خلينا اتكلم على الافندي اللي نخلص من باسم يدخلني في فايته. مش قادر يحترم نفسه، اقدر اخليه يحترم نفسه. لا يعني وبعدين هتخوفني بقى انك روح للسيسي يا محمد يا امين، وانك تعمل له الحفلات 6 اكتوبر انت وخالد والمجموعه دي. اوعى مرتضى منصور مفيش على راسه باطحه. قعدتك في الفور سيزون اصل انا بروح للسيسي اصل مش عارف مين صاحبي، الكلام ده مش عندي يا حبيبي. لا لازم تيجي تقول لي شعب مصر فلوسك. انت لا تقبل ان حد يتريق على ناديك نادي الزمالك. ثانيه واحده وبعدين تعالى انت بعت لك في بتاع تحيا دي بتاعت مصر دي اللي هي صندوق مصر امين صندوقها. تعالى قول لنا فلوسك دي منين يا امين؟ تعالى يا حبيبي قول لنا فلوس دي منين؟ مليارات دي منين؟ سياده المستشار عايزك ترد بس على فكره ان بعض الاعلام حتى والزمالك بيكسب بيتم التريقه عليه. يا بيه انت دلوقتي الفايده دي مؤاخذه مره بتهرج. ايوه ما هو دول فريق اعداد بيعدوا البتاع. ده محمد لمين صاحب القناه، انا ماليش دعوه بيه. انا ليا بصاحب القناه، انا ليا دعوه بتاع كابينات الكنيف اللي كان انت عارف فاكر الكنيف بتاع الامين هو ده. عايز اعرف ملياراته دي منين؟ وقدامك معايا فايته يا محمد يا امين سنتك سودا. بقول لك ما بخافش في قعدتك، ما انا بشوفك بقى في الفور سيزون. اصل السيسي صاحبي، اصل طلبنا نعمل له حفلات. بقول لك اهو احترم نفسك يا محمد يا امين. اوعى الزمالك تيجي لحد ثاني. سياده المستشار بكره نقفل الموضوع ده، بكره ماتش الزمالك